مساء الخير. النهارده مش هنتكلم عن مشكلة جات لنا ولا على حاجة عايزين نسأل عليها، لأ النهارده نتكلم عن subject أنتِ قُلتِ لي عليه وأنا استغربته جدًا. يعني كنت حاسة إن الحاجتين بُعاد عن بعض. أنا مش هاقول، هاسيبِك تقولي إيه هو الsubject ده أوكي. والناس هتعرف أنا ليه استغربته. إحنا بنتكلم عن التربية وأثرها على الأمن القومي. إيه هي التربية وإيه هو الأمن القومي وإيه اللي جاب التربية للأمن القومي؟ طب دي حاجة فيها شوية يعني سياسة وسياسة دولة وأنتِ بتتكلمي عن التربية. الحقيقة لو إحنا بنتكلم عن احتياجات الإنسان هي أول حاجة ليه، هي الحاجة إلى الأمان. فلو أخدنا الحاجة للأمان واتكلمنا عن الأمن القومي ده هو إن هو بيوصل الناس إن هم يبقى عندهم حالة من الأمان، سواء الداخلي جوه الدولة أو الخارجي بره الدولة. الخارجي اللي بره الدولة ده مسؤولية مين؟ مسؤولية سيادة رئيس الدولة، زائد وزارة الخارجية، زائد المخابرات العامة أو مخابرات المصرية. طب الداخلي مين مسؤول عنه؟ مسؤول عنه اللي هي القطاعات الكتير بتاعة الدولة، اللي هم الأحزاب، ومسؤول عنه النوادي، ومسؤول عنه الجمعيات الأهلية، وكل المجتمع المدني المفروض إن هو بيشكل السياسات اللي سيادة الرئيس بياخدها من الحزب أو بياخدها من القطاعات دي عشان يقدر يكون بيها الفكر اللي يقدر يحمي بيه أو احتياجات الدولة للموضوع ده. طيب احنا لو بنتكلم عن الأمن القومي ليه مجالات كتيرة جدا. ايه هي مجالات او الابعاد بتاعة الامن القومي؟ بنتكلم عن المجال الاقتصادي، بنتكلم عن المجال السياسي، بنتكلم عن المجال البيئي، بنتكلم على المجال الاجتماعي، بنتكلم عن المجال العسكري، وبنتكلم على المجال اللي هو اللي احنا قلنا السياسي. إمم. طيب المجالات دي كلها عشان نقدر نشتغل عليها ازاي؟ إمم. في مجموعة من المعايير والقيم الأخلاقية اللي بتربط كل المجالات دي ببعض، وبتربط كل مجال بالناس اللي هتشتغل تحتيه. وإحنا كدولة في مجموعة من المعايير والقيم والسلوك والقواعد اللي بتحكم ما بيننا وما بين الدول الأخرى. فبالتالي إحنا بنتكلم على إيه؟ بنتكلم على كل دي معايير تربوية. وزي ما قلنا قبل كده ان التربية مش قاصرة على ان الاطفال الصغيرين احنا بنربيهم. احنا لو شايفين الدولة دلوقتي احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا، اللي هو البعد او المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي. لو بصينا في الاقتصادي هنلاقي ان احنا عندنا دروب بسبب حتى العلاقات ما بين التجار المصريين والتجار الخارجيين، لان احنا فقدنا القيمة الاخلاقية، بقوا بالضبط فعلًا. بيقلوا وبيخافوا مننا، إمم. ما بقاش عندنا المصداقية ان الناس تتعامل معانا. إمم. طب لو بصينا للاجتماعي بقى، احنا عندنا في حرب اسمها حرب جيل الرابعة. حرب جيل الرابعة دي هي اللي بتشتغل على مخ البني آدم، إمم. بتشتغل على تغيير سلوكياته. بالضبط. وده جاي منين؟ إمم. السوشيال ميديا. إمم. حضرتك بكل الحاجات اللي بنشوفها على السوشيال ميديا جاي لنا من الحاجات الاعلام اللي إمم. احنا بنتفرج عليه، جاي لنا من الثقافات الخارجيه اللي عماله تبث فينا، زي الشذوذ وغيره من سلوكيات اوريدي مش موجوده عندنا. هو بيشتغل على ايه؟ ان هو يكسر في اعرافك ويكسر في قيمك ويكسر في اخلاقك إمم. عشان تبتدي يطلع منك اسوأ ما فيكي. إمم. فاذا الدور هنا ايه؟ دور التربيه هنا ايه؟ إمم. ان كل حد تربوي متخصص يبدا ان هو يبث الفكر التربوي في كل المؤسسات. يعني احنا بنتكلم في النادي، احنا دورنا ان احنا نحط فكر تربوي بيحاول ان هو يحافظ على قيمنا واعرافنا واخلاقنا، اللي هي في اطار نادي سبورتنج اللي طول عمرنا بنقول ان هو نادي صفوه. لو احنا بنتكلم في الشارع، لما يتحط قواعد للمرور ان احنا نحاول ان احنا نطبقها بشكل جيد جدا ومحدش يكسرها وكله يتعاقب، مفيش حد بيستثنى من القانون، لان ده نوع من انواع التهذيب والتربيه للسلوك. لما نيجي نقول في الاسره، زي ما احنا شايفين الطلاق والانفصال والحاجات الكتير دي كلها حاجات دخيله علينا. فاحنا محتاجين ان احنا نوفر فكره ان حتى لو ننفصل ازاي يكون الاسره فيها استقرار. إمم. حاجات كتير قوي في حياتنا محتاجين ان احنا نرتب دولابنا عن طريق التربيه.
نحط قيم واخلاق ومعارف وسلوكيات بتحكم الناس ببعضها. طيب فقد الشيء لا يعطي. طب لو أكيد. انا حد مش متربي هربي ازاي؟ ما هو يعني الولد او البنت بياخدوا تربيتهم عن طريق النادي، عن طريق المدرسه، عن طريق الاهل، عن طريق الجيران، عن طريق القرايب. طب لو الانتوراج بتاعه كله او مش كله، جزء كبير منه نقول ان هو مش موجود. ده دور الناس التربويين اللي بقول عليه، ودور المؤسسات دي ان هي تبتدي كل الناس اللي مهتمه بان بلدها دي تكون يعني حاجه واحده، وان احنا نفضل مترابطين لغايه يوم الدين. المفروض ان احنا كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض، ندور على الناس اللي دارسه تربيه، دارساها مش واخداها كده اللي هو لان في جهل تربوي، والناس بتقول انا اخصائي، انا دكتور، انا مش عارفه ايه، وهم اصلا لا يمتوا للتربيه باي شيء. ان احنا ندور على الناس دي ونبدا نقول يلا يا جماعه احنا معاكم، يلا اشتغلوا معانا عشان نوقف الهرم بتاع الدولة وتقف على حيلها، وما يبقاش فيه نوع من انواع الخلل الاخلاقي اللي موجود دلوقتي وشايفينه في الشارع كلنا للاسف. فربنا معانا. هو طبعا يعني ده دور مجتمعي لازم يقوم به القادرين على هذا، لكن اعتقد لازم يكون بنوع من رعايه ودعم الدوله، لانه هم ما يقدروش ياثروا في المجتمع بالصوره صدقيني بصي انا بكلم يعني حضرتك مثلا بداتي بحاجه، ده نوع من انواع تهذيب والسلوكيات للدوله، للافراد، للكوميتي بتاعتنا. اللي هو ان حضرتك بتعملي، جبتي حد قلتي له انا عاوزه اعمل حاجات تربويه ممكن تساعديني في ده، فانا وافقت ان انا اشتغل مع حضرتك كده. السوشيال ميديا دلوقتي هي بقت بتاثر على الناس بشكل رهيب جدا، ولو تشوفي في بعض الفيديوهات والله العظيم بتتعمل في الكوره، والناس بتقعد تتفرج عليها وبتتاثر بيها. الحاجات السيئه بقت هي ولو فيديو بسيط كده بتلاقيه بينتشر بشكل قوي جدا، وبشكل انت مستغربه هو حصل كده ازاي، لان كان بيبقى ليه سيء بتاعه سيء، ما هو من تفاهته بينتشر بالظبط يعني كده. فاحنا لو فكرنا ان احنا نعمل ولو كل فتره فيديو صغير، حتى لو انا هكلم مثلا على النادي هنا، لو شباب النادي فكر ان هو يعمل كل فتره كده فيديو صغير خالص عن سلوك سيء بيحصل في النادي، وان هم نافرين من السلوك ده، سلوك عدوى. صح. السلوك عدوى. فاحنا لو ابتدينا نقول ده مش عاجبنا، الناس كلها هتبتدي الاول تستغربه وبعد كده هتبتدي تنقله. الضحكه زي ما الضحكه عدوى، السلوك عدوى. فاحنا نبدا بحاجه صغيره هتلاقي الموضوع كبر، بس لازم ترجعوا للمتخصصين ارجوكم، بلاش نجتهد يعني ان احنا نجتهد بحاجه تودينا في الاخر مش لبر الامان. ربنا يحفظ بلدنا يا رب ان شاء الله. يا شكرا رب. شكرا يا فندم.